انا نفسي افهم ثلاثة ليه من ميلان في اسوأ احوالها. موراتا بينسى الكرة طول عمره وبيجي في ماتش الريال ويفتكر الكرة ويجيب جول. ده اساس، ده لازم يعكر مزاج اي مدريدي في الدنيا. موراتا ده كائن لزج ملوش ولا طعم ولا معنى في الحياة. هو بيفوق في ماتشات مدريد بس مش قادر ينسى ان هو طالع من ناشئين ريال مدريد. يا عم انا نسيتك، انا ما بحبكش، انت لاعب تلم. نيجي بقى للمعلم انشيلوتي اللذيذ اللطيف، اعظم مدرب في العالم. خده في جنب وقول له براحتك، لان انا اتخنقت منه. انا بصراحه شايف ان هو خلاص كفايه بقى بطولات، شبع كل حاجه في الدنيا. السجاير عمت عينيه، ما عادش شايف هو بيعمل ايه. 4-4-2 الكيمياء مش راكبه، مصمم ان هو يلعب بيها. يا عم فينيسيوس بيعمل اللي عليه بس امبابي ناس الكوره مفيش. يا جدع تخيل، لك ان تتخيل اللي مودريتش بيلعب 63 دقيقه وعندك واحد زي ابراهيم دياز مقعده بره. طب ليه يا عم؟ هو يا ابني في بينكم مشاكل عائليه، في خلاف على ورث؟ طيب انا عايز افهم العلاقه دي يا انشيلوتي، ليه ما بتلعبش الولد؟ نفسي افهم رودريجو ما بيلعبش ليه يا جماعه؟ بلينجهام في اسوأ احواله، شاوميني اقسم بالله مفيش حاجه في الدنيا اوحش منه. شاوميني ده حاجه وحشه قوي. لوكاس فاسكيز ده عباره عن واحد اكسباير. لو جبت واحد من ناشئين 2005 في نادي بالقاس الرياضي هيلعب عليه. لك ان تتخيل فاسكيز ده بيلعب ليه؟ نسيبك في طرف قرابه ليكوا علاقه احنا ما نعرفهاش. يا عم تنزلوا شليني يا سيدي. فعاليتك على المرمى 0-0، رايح ب 18 كوره ولا كوره في بين الثلاث، ولا كوره ولا. ليه يا عم ليه؟ بلعب بمين؟ بلعب بمحمود السعيد واحمد دبور مهاجمين يا جدعان. مش كده، مش مستوى خارج للقرف. اقسم بالله في الناحيه الثانيه تبص على فليك وبرشلونه ماشيين بيدوسوا على وش الناس، واحنا فقدنا الهويه وفقدنا شخصيه البطل وفقدنا الشكل الجمالي في الملعب، فقدنا اي شيء. مفيش، احنا ماشيين بالضليل. هنكسب ان شاء الله، يا رب نكسب. ميليتاو اعقر لعيب ممكن تتخيل. روديجير احسن منه. روديجير اللي ماشي يقلس عليه في كله، ليه حق يقلس عليه؟ انا تعبت. مندي ازاي يا جماعه؟ مندي ازاي يلعب؟ يعني انا نفسي افهم مندي ده بيلعب ليه؟ مندي يا جماعه ناس الكوره. نفسيا تعبت من ماتشات مدريد. انا ما عادش بتفرج على ماتشات مدريد من القرف اللي بقيت بشوفه، من العك اللي بقيت عبث. نتعرض لحاله عبث، هراء كروي بالملعب. انزلوا يا اولاد، انتوا ابطال، انتوا شخصيه البطل، انتوا ريال مدريد. ولا تكتك بقى وما تعترفش احنا بالكلام ده، ولا شكل ولا جمله محفوظه ولا اي حاجه. عبد كروي في الملعب وعته من اللعيبه بقى، كل واحد بيعمل اللي في دماغه. اصلا وايش اعمل كده يا جماعه؟ قرف. هتيجي تقول لي انشيلوتي مندي غيره هيجي، اقول لك في 100,000 غيره يا عم. هو اللي عمله محدش يعرف يعمله؟ مش عاجبك يورجن كلوب؟ هات لك اي مدرب، زيدان، هات لك اي حاجه متجربه قبل كده يا سيدي يجي يمسك مدريد. يا عم الراجل زهق بطولات، الراجل قرف ما عادش عايز ياخد بطولات. هنسيبه بقى لما يعكر مزاجنا؟ هنسيبه بقى لما نرجع لزمن بقى سواريز وميسي مر تاني مع فليك في برشلونه، مع القنبله ليفاندوسكي ورافينيا وياميل جمال العيل اللي عنده 17 سنه اللي بيعمل وش رجل ما عملهاش مودريتش الا في سن ال 30. حرام. هنعيش عصور انا مش عايز اعيشها. هنرجع لفترات انا اصلا بس بصدق انساها، بصدق اخرج منها. انا مش عايز اعيش الجو ده. في الاول في الاخر لو انت مدريد هتحس بيا عن عبث وهراء من انشيلوتي امام البيج ميلان، البيج موراتا اللي ما بيفتكرش ان هو لعيب كوره الا في ماتشات ريال مدريد. تعمل سبسكرايب لو انت مش مشترك في القناه، وكان معاك اخوك الله محمود السعيد، وتصلي على النبي تحت في الكومنتات. ما تنساش لايكات كتير للحلقه دي، واستنوا كل الحلقات اللي جايه بتكلم على اي محتوى رايك سواء في الكوره او بره الكوره. اشوفكم على خير. بس كفايه انشيلوتي لحد كده، بجد كفايه انشيلوتي لحد كده، انا تعبت.